يا رب لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب إني أستودعك لساني، فلا تجعله يغتاب إنسانا، ولا ينطق كذبا، ولا يقول قولا أندم عليه يوم ألقاه. يا رب لا تجمعني بمن يضمر الشر لي، لا حلما ولا صدفة ولا واقع، ولا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه. وكن لي وكن معي، واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. يا رب لطفك وعفوك ورحمتك ومغفرتك ورضاك والجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. عاملين ايه يا امارات؟ النهارده كده راجع بيوم جديد وروتين جديد. اوعي تنسيني امراي باللايك بتاعك، وطبعا لو اول مره تشوفي قناتي انا اختك شيماء نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. وروتيني النهارده كده روتين غسيل وتنظيف اللي قلبك يحبه كده، استعداد ان شاء الله للمدارس. هنبدا مع بعض من دلوقتي ان احنا نبدا نستعد كده في تنظيفات المدارس، وربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، ويجعله في ميزان حسناتنا يا بنات ويخليكم ليا يا رب العالمين. عايز اقول لك بقى كده ابتديت بالغسيل، واحنا متعودين في الغسيل بتاعنا طريقتي في الغسيل ايه، بس اللي بقى لي فتره بضيفه ان انا بغسل بميه سخنه زي ما انت شايفه كده، كف ايدي احمر من الميه السخنه اللي انا بغسل بيها. بقى لي فتره بصراحه بشغل السخان وباخد منه ميه سخنه للغساله. دي طريقتي بقى في الغسيل للناس الجديده اللي لسه داخله عندي. انا بس بحط معايا الميه السخنه في الفتره الاخيره مع المسحوق، ولو انت هتحطي اي مزيل للبقع معاكي. انا بقى لي شويه مش بحط مزيل للبقع بصراحه، وببدا كده ان انا اقعد من الغساله للعصاره، وببدا اشغل العصاره ان هي بتشطف الغسيل، و5 دقايق ببدا اقفل عليها الميه يعني بتعصر معايا الغسيل كويس جدا، مفيش اي مشكله فيه. ودي طريقتي في الغسيل كده معايا. عايزه اقول لكم هننزل الستاير وهنمسح الركنه، والنهارده ان شاء الله هتتشجعي يعني هتتشجعي. بالنسبه للفيديو اللي فات طبعا عايزه اشكركم على كلامكم الجميل وكومنتاتكم الحلوه اللي كلكم كتبتوها. الناس بقى اللي كانت بتقول لي ان اسعار الحاجات غاليه، انا زي ما قلت في الفيديو انا لقيت فيه اسعار اقل من كده، ولقيت فيه اسعار اعلى من اللي انا جبتها، يعني في ده وفي ده. انا جبت الفئه الوسط لان انا السنه اللي فاتت يعني طوعت نفسي وبصراحه جبت الاسعار القليله. عايزه اقول لكم الحاجه ما كفتش معايا الترم الاولاني، يعني الشنط اللي جبتها السنه اللي فاتت كانت تقريبا ب 300 جنيه حاجه زي كده. عايزه اقول لك والله الشنط ما كملت معايا الترم الاولاني، وفي الترم الثاني بقينا محتارين، وكل شويه نوديها تتخيط، وكل شويه نغير سوسته ليها وجرار سوسته والكلام من ده. هي الصبيان بتبعتها يعني بتبقى شقيه شويه، فبيبقوا محتاجين حاجات متينه. انا عشان اجيب الحاجات الجامده قوي بمبلغ وقدره اكتر من كده، فانا جبت الحاجات الفئه الوسط اللي تمشي الدنيا معايا ونساند بعضينا. انما في ارخص من كده، كان في ارخص من كده، بس لا شكل ولا خامة ولا اي حاجة خالص. طبعا احنا كلنا عارفين الاسعار بقى في كل حتة صعبة، وكل حتة متفاوتة غير التانية، وفي عروض شغالة اليومين دول. انا نزلت ولفيت، بس هو ده اللي عرفت اتوصل له، والحمد لله ربنا يعيننا ويهدي اولادنا يا رب. فهو ده اللي عرفت اجيبه. قولوا لي انتوا الاسعار عندكم ايه الاسعار بالظبط، لان الناس اللي قالت لي الاسعار غاليه قوي دي يعني خلت دماغي تفكر شويه. انا لفيت شويه على فكره، بس انا اعرف ناس معايا زمايلي جابوا اسعار اعلى من كده. يعني انا اعرف في ناس جابت شنط ب 600 وب 650، وطبعا هم برضو بيشهدوا معايا الفيديو وعارفين الاسعار اللي هم جابوا فيها. فالاسعار دي يعني اغلبيتها دايره عند الكل بنفس كده، بس انا جبت الحاجه الوسط اللي تمشي معايا الدنيا، وفي نفس الوقت تكمل معايا الترمين على الاقل، تكمل معايا السنه. فانا شايفه ان مفيش حاجه غاليه من اللي انا جبتها بالنسبه للوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه. عامه الحمد لله الحاجه جت وخلاص، ربنا يعيننا ويرزقنا برزقهم، ويا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب العالمين، ويصلح حالكم جميعا يا رب، ويعينكم على اولادكم، ويعيننا على الغلاء والوباء اللي احنا بقينا فيه. هنا صلاح حبيبي ربنا يديله الصحه ويهديه يا رب، بدا ينزل لي الستاره. يعني انا بصراحه اللي قلت لهم تعالوا شاركوا بقى معايا كده، لان انا ما عادش فيها جهد زي الاول، فبقيت احاول على قد ما اقدر الحاجه اللي هم يقدروا يشاركوني فيها
فيها يعني بخليهم ياخدوا على الشغل ويعرفوا، عشان ما يبقوش عايشين في الدنيا كده وخلاص، لازم يشارك ويعرف الشغل ازاي والدنيا ازاي. فخليته هو بصراحه نزل طلع على السلم، نزل لي الستاره، في بعض حاجات علقت معاه بقيت اطلع اساعده مفيش مشكله، بس المهم ان ايده عرفت يعني ايه نزل الستاره ويعني ايه ركبها والكلام من ده. الحاجات الصغيره دي بتفرق مع اولادنا قوي. بدأت بقى انشر بقى كمية الغسيل اللي انا غسلتها، مش شوية الغسيل، كان عندي كمية الغسيل في الوقت ده. شلت كل الكوفرتيات والدفايات والحاجات اللي على السراير والحاجات اللي الولاد يعني في دفايات بيفرشوها في الارض بيقعدوا ياكلوا عليها، دفايات بنغطي بيها رجلينا زي ما قلت لكم قبل كده، من المراوح بتبقى عالية وبتوجع عظم رجلينا وكده وكعب رجلينا، فبنغطي كده كعوب رجلينا من تحت بدفاية او باي حاجة. المهم كان عندي كمية غسيل محترمة، يعني تقريبا قعدت اليوم كله اغسل بس في شوية الغسيل دول. فكان كميه غسيل حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم ان انتوا هتلاقوا اصلا الروتين ده اتعمل على يومين. اليوم ده اللي انا قضيت في الغسيل اللي هو اليوم الاولاني، وهتلاقي معايا دلوقتي غروب الشمس جه، وهتلاقي ان انا خلاص نشرت لحقت نفسي قبل ما الدنيا ما تضلم معايا خالص. نشرنا بقى مع بعض كده كمية الغسيل اللي احنا غسلناها، وفي نفس الوقت كنت نزلت الستارة بقى في الوقت ده، بدأت اخش افضي المية ونملى مية نظيفة عشان ان شاء الله برضو غسلنا الستارة. بس انا الستاير مش بنشرها على الحبال زي ما انتوا عارفين، الستارة انا بغسلها وببدأ ان انا اعلقها في مكانها تاني زي ما هي، فما بنشرش معايا الستاير على الحبال خالص. كنت زمان بنشرهم على الحبال، دلوقتي انا شايفه ان الدنيا اصلا الستاره كده كده بتتعلق وبتتهوى، مش مستاهله ان انا اوجع دماغي وانشرها على الحبال. عشان كده بقى بحطها على طول على المواسير او على البلتكانه بتاعه الستاره بتاعتي اول باول، اول ما بخلصها كده واطلعها من العصاره تطلع في مكانها على طول من غير كلام. بصوا بقى كميه الغسيل اللي غسلتها في اليوم ده، كانت كميه غسيل محترمه. يعني بص انا عايزه اقول لكم انتوا لو تلاحظوا في مشابك كتير قوي، المشابك الكتير قوي دي ماسكه قطعه كده طرحه تيشيرت فانلة، في قطع كده تاني ممسوكه على فوق الهدوم، يعني كنت تقريبا نشره الهدوم فوق بعضها، يعني منشرين في منشر واحد. غروب الشمس بقى كان في الوقت ده كده خلاص الشمس راحت، وكان غروب الشمس كده بقى معانا، والدنيا بدأت كده خلاص المغرب قرب يأذن، فكان لازم اخلص واقفل قبل ما الناموس يبدأ يملى الدنيا معايا. فكده خلاص خلصت اليوم ده وخلصت الروتين بتاع اليوم ده كده معايا. كان فاضل فيه بس ان انا غسلت الستاره بعد ما قفلت كده الشباك، غسلت الستاره وعلقتها زي ما قلت لكم، وغسلت كسوه الركنه. في اليوم ده برضو غسلت كسوه الركنه بس حطيتها على المنشر الداخلي اللي جوه، عشان تاني يوم هنبدا بقى ندي تنظيفه حلوه للركنه كده بالمكنسه زي ما احنا متعودين نعملها، وهنبدا نمسح وننظف الدنيا ونخلي معانا الدنيا فله. بس طب عليا ضيوف في اليوم ده، انا عايزه اقول لكم ان انا شغلتهم معايا، يعني شغلت الولاد الصغيره اللي جايين معاهم، بقوا مبسوطين بقى بالتصوير اللي احنا بنصوره بالميه اللي احنا غرقانين فيها، لان بصراحه طريقه المسيح بتاع الميه وتغريق الميه ده ناس كتير قوي بتتبسط فيه وخاصه الاطفال. خلصنا يومنا وقفلنا دنيتنا وظبطنا الشغل اللي جوه بعد ما خلصنا كده وقفلنا الشباك. تاني يوم بقى بدأنا نجيب المكنسه كده معانا. انا عايزه اقول لكم ان احنا كنا مشفطين الركنه قبلها بيوم، بس طبعا قبل ما البس الكسوه بتاعه الركنه واحطها معايا ونحط نجهز كده الركنه معانا، لازم نديها كده تشفيطه سريعه او تنفيضه سريعه. جيت انفض لقيت فيه فرافيت لسه موجوده مش عايزه تروح بصراحه، فقلت لهم لا امسكوا المكنسه بقى كده وعيدوا عليها، انا اصلا مشفطاها من امبارح ومجهزاها، بس لا عيدوا عليها كده في التشفيطه السريعه كده، بيبقى شويه رده شويه حاجات مكان رجل الولاد وهم بيتحركوا. طبعا الترابه الناعمه دي بتبقى موجوده عندنا على طول باستمرار. بداوا هم يجيبوا بقى بصراحه المكنسه وهم اللي شفطوها كلها. على ما هم شفطوها كنت انا بدات البس الكسوه بتاعه الركنه معانا، وبالفعل لبستها. فلقيتها بقى كده على ما هم يخلصوا لبستها وجهزتها فوق بعضيها، وبدأنا بقى خلاص ان انا احط الركنه واجهزها عشان ان شاء الله نبدأ بقى نمسح معانا الارضيه ونبدأ نحضر لهم بقى الغدا بتاعنا. طبعا خلصت الركنه كده وظبطتها، بدأت اروح على المكتبه كده معايا، حسيت ان الزرعه دي مليانه تراب وشكلها صعب قوي. الحاجه لما بتكون مليانه تراب بتطفي الحاجه وبتطفي جمالها، فبدأت اجيب كده فوطه منديه معايا بشويه ميه لا اكتر ولا اقل، وبدأت ان انا امسح التراب اللي موجود عليها من قدام ومن ورا كده، عشان الورقه بتاعت الشجره تبان كده نضارتها وتبقى شكلها نظيف وحلو معانا، وهنبدا نرجعها مكانها عادي مفيش اي مشكله. بس لفيت على ورقه كده زي ما انتم شايفين، مسحناها ونظفناها معانا.
وهبدا بقى ان انا امسح المكتبه كمان، بس بصراحه مش هجيبها معاكم. انا مسحت المكتبه، هي الشاشه بس كده اللي همسحها برده سريعه مع كده معاكم، لان كان الشاشه مش عجباني. كان الولاد المره اللي فاتت هم اللي ماسحين ومنظفين الشاشه، فكانت مجيره كده او ملطشه كده معانا، فقلت ان انا امسحها برده معاكم كده في السريع عشان تبقى برده المكتبه معانا نظيفه وتبقى الدنيا معانا تمام. ونعمل كده استعدادات للمدارس كده، نلف على دنيتنا كده، لان بصراحه لازم تلف على الحاجات دي قبل المدارس، لان احنا بنبقى مشغولين على الاخر قوي في المدارس، وبتبقى الدنيا صعبه، بيبقى كل البيت مشغول معاكي. طبعا ما بتعرفيش تخلي اولادي يشاركوا معاكي اي حاجه، بيبقوا هم الله يكون في عينهم من الدروس للمدارس لمذاكرتهم، وطبعا احنا عارفين المناهج الجديده عامله ازاي، فالدنيا بتبقى صعبه قوي معانا. فالمهم انا سبت الشاشه كده قايده معايا، وبدات ان انا امسحها، وجبت برده فوطه تانية معانا، وبدانا نظبط الدنيا لحد ما هنخلي الشاشه معانا مرايه بتضوي. طبعا انت كست بيت لما بتحطي ايدك في الحاجه غير بصراحه لما الاولاد يعملوها خالص. هم بيعملوها وبيتعودوا يعملوها، بس مش بنفس جودتك ومش بنفس نظافتك ومش بنفس الترتيب والتنظيم اللي انت بتعمليه بصراحه. بس لازم يشاركوا، لازم يشاركوا عشان يحسوا قد ايه انت بتتعبي في البيت، ويحسوا المشاركه في البيت يعني بتدي فيه طاقه ايجابيه وبتطلعيه شخص مسؤول في المجتمع. فانا بحب اشاركهم معايا. كتير بنزعق وكتير بنتخانق على المشاركات دي، بس لا، لازم تشتغل، اعمل، حط، شيل. فلازم الطفل الموجود معاكي في البيت او البنت اللي موجوده معاكي في البيت تعمل معاكي. ما تقوليش ده بنت وده ولد والولد ما يعملش والبنت هي اللي تعمل، لا، كل اللي في البيت لازم يشارك. زي ما انتوا هتشوفوا كده كمان شويه هتلاقوا الناس كده رايحه جايه معايا بتمسح في قلب الميه دي. ده عادي جدا. انا عايزه اقول لكم بخلي كل الناس تمسح معايا، اي طفل عايز يشارك معايا وانا بمسح، طالما احنا في الصيف برده ما فيش مشكله، يلا تعالى هات المساحه وتعالى. فبدات بقى اشد كده الركنه معانا، وبدانا نجيب الميه باوكسي معانا. انتوا عارفين ان انا بحب اغرق الدنيا ميه، وبالمقشه الاول ادعك البلاط كده موجود معانا عشان البلاط ينضف، وبعد كده ببدا اسحبه بالمساحه عادي الميه اللي هي بصابون، وبعد كده بديله شطفه سريعه والدنيا بتبقى معانا زي الفل. خدت المطبخ على فكره معايا، بس برده ما جبتوش في التصوير. غرقت برضو المطبخ كده جوه ميه، وبدات ان انا انضف المطبخ معانا، لان انا المطبخ ما فيهوش بيبه، فبضطر اخده معايا على الصاله، والصاله بناخد على المزراب اللي موجود في البلكونه اللي مفتوح عليها، انما ما بجريش بيهم على الحمامات. زي ما انتم شايفين الميه بتتركن شمال ويمين وبتقعد تجري معانا، وببقى خايفه تخش تحت السرير اللي جوه في اوضه النوم. وطبعا انتوا عارفين تحت السرير اللي جوه بيبقى مليان اللي هي حاجات الشتاء او حاجات الصيف، سواء الفتره اللي احنا موجودين فيها، فبقلق بصراحه عليها. انا بحب بقى كده ان احنا نرغي زي ما انتم شايفين كده، كله بيساعد وكل واحد ماسك حاجه في ايده، سواء كان ابني او ابن اخت جوزي اللي كانت عندي، اي حد موجود تعالوا يا جماعه شدوا وساعدوا، مفيش اي مشكله. المهم هننضف الدنيا كده عشان نقعد في مكان نضيف كده ونبقى رايقين والدنيا تبقى معانا تمام. ودي كده طريقه مسيح للناس الجديده معايا اللي ما تعرفش طريقه المسيح اللي انا بحبها ايه. انا بحب امسح بالميه والصابون وبالشكل ده، وده معتاد في الروتينات بتاعتي. فانا بحس كده بيديني طاقه ايجابيه في البيت، وبحس ان البيت روحه هديت ونفسه هدي. يعني بصراحه بحس بطاقه مختلفه جدا لما بمسح بالطريقه دي في البيت. المقشه بقى كده شغاله معايا، والمساحات شغاله من حواليا، وكله بياخد الميه وبيجري بيها على المزراب اللي في قلب البلكونه اللي احنا فاتحينها على الصاله دي، والدنيا بتبقى معانا زي الفل. مجرد ما بنخلص عايزه اقول لك بنحس بانتعاش وروح هاديه كده وسكينه موجوده في البيت. فهي دي الطريقه اللي احنا بنحبها قوي قوي في المسيح. مين فيكم زي يا جماعه بيحب الطريقه الحلوه دي؟ المهم بقى كده يا امارات، الولاد بقوا بيساعدوني ويقعدوا ينهجوا شويه ويملوا لي ميه شويه، وبقوا فاتحين الحنفيات ويملوا لي ميه، وهنظبط الدنيا معانا تظبيطها تمام لحد ما هنخلي الريسبشن معانا. وعايز اقول لكم المطبخ والاوض والدنيا كلها زي الفل. في روتينات تانية ان شاء الله هنعملها برده قبل المدارس مع بعض. عايزاكي بس تشجعيني باللايك الحلو بتاعك دوت، وطبعا لو انت اول مره تشوفي قناتي طبعا تنوريني بالاشتراك، وان شاء الله كده هنتشجع مع بعض وناخد مع بعض طاقه ايجابيه وناخد مع بعض افكار حلوه قوي للمدارس. بدات بقى كده بصوا بسلك ده المزراب اللي انا بقول لكم عليه اللي بينزل فيه الميه، فحسيت ان هو واقف كده شويه، فبدات ان انا يعني امشيه بالعصايه بتاعه المقشه عشان يمشي معانا. وهنبدا بقى كل الميه دي هنسحبها عليه وهتنزل معانا في الجزء ده، والدنيا تبقى زي الفل كده معانا.
بصوا كل واحد قاعد بمساحه، واللي نفسه في حاجه يا جماعه ما تخلوش حد نفسه في حاجه، اللي نفسه في حاجه يجي يعملها مفيش مشكله. كده كده احنا في الصيف، والولاد بقى براحتهم حتى لو اتغرقوا هيغيروا هدومهم مفيش اي مشكله. كنا رافعين الستاره بتاعتنا عشان ما تتغرقش، الستاره دي اللي كنا لسه غسلينها امبارح بالليل، فالستاره طبعا نضيفه معانا وزي الفل. هي بس كده هننزلها مكانها، وبتبقى ورا الركنه موجوده معانا، وهنبدا ننزل الركنه ونحطها مكانها والدنيا تبقى معانا تمام. ده كده شكل الستاره، هو شكل قديم اللي موجود عندي، بس اللهم بارك برضو الحمد لله نعمه ورضا من عند ربنا. بصوا انجزت بقى معاكم الروتين، وانجزت معاكم اليوم، والدنيا بقت نظيفه، ونقعد في مكان نظيف، وفي نفس الوقت مفيش اتربه موجوده معانا خالص. ان شاء الله برضو في الروتين الجاي كده نحاول نعمل اوضه الولاده او اوضه النوم عندي، بحيث ان احنا نعمل تنظيفات عميقه قبل المدارس. وجينا بقى بالليل، يعني كانت الساعه 7 تقريبا برضو في الوقت ده بدأنا ان احنا نعمل بقى الغدا بتاعنا، وهنعمل كده اكله بسيطه، هنعمل حواوشي وهنحمر جنبيها بطاطس وهنحط جنبها طحينه. وده بصراحه كان اكلنا في اليوم ده، وكان الحمد لله نعمه ورضا، ربنا يديمها فضل علينا يا رب العالمين. طبعا يا امرايا انا كده خلصت يومي وخلصت روتيني، عايزاكي اوعي تكوني نسيتيني باللايك الجميل بتاعك، وطبعا يا ريت تكوني نورتيني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. ويا رب تكوني خدتي طاقه ايجابيه من الفيديو، واشوفك في يوم جديد وروتين جديد. مع السلامه يا احلى قمر.